وبيبدأ الفيلم في مركز إعادة تأهيل من المخدرات، وفي مجموعة الدعم بتتكلم داربي وبنعرف إنها جديدة في المكان وإنها بقالها 11 يوم بس ومحبطة لأن كل التجارب اللي فاتت بتاعتها فشلت لما دخلت المصحة 7 مرات وفشلت فيهم كلهم. وهي بتتكلم في مجموعة الدعم بيجي الممرض ويقول لها إن أخوها عايز يكلمها على التليفون ضروري، ولما بتروح داربي علشان تكلمه أخوها بيقول لها إن أمها تعبانة جدا وهي حاليا في المستشفى وفي حالة حرجة، ويقول لها كمان إن أختهم مع أمهم في المستشفى. فداربي بتقفل معاها السكة وبتحاول إنها ترن على أختها، ولكن بيجي الممرض وبيمنعها علشان خاطر ممنوع تتواصل مع اي حد خارج المصحه الا لو حد اتصل بيها. ولكن لما بيجي الليل داربي بتعرف تاخد تليفون من واحده معاها في المصحه مخبيه عن الامن، وبترن على اختها وبتطلب منها انها تكلم المركز علشان خاطر يسمحوا لها انها تخرج علشان خاطر تروح تزور امها. وبنفهم ان داربي محدش في عيلتها طايقها اصلا وهم قاطعين كلام معاها بسبب موضوع المصحات ده، واختها بترفض انها تكلم المصحه علشان تخرجها وبتقول لها هي كده كده اصلا واخده بالها من امها. فداربي بتقرر انها لازم تخرج من المصحه دي باي طريقه، فبتتسلل علشان تخرج من المصحة. ولما بتخرج بتاخد عربية من عربيات الموظفين، وهي بتدور على المفتاح بتلاقي في العربية شوية ممنوعات، فبتاخدها وبتطلع بالعربية وبتكون في طريقها للمستشفى، وبتبعت رسالة لأختها وبتقول لها إن هي في الطريق. ولكن وهي في السكة بتحصل عاصفة في البلد وكل الطرق بتوقف علشان خاطر العاصفة. فداربي بتركن العربية على جنب وبتلاقي إن أختها ردت على الرسالة بتاعتها وبتقول لها بلاش تيجي لأن أمها أصلا مش عايزة تشوفها. ووقتها من الحزن بتبدأ داربي دماغها تشتغل في إنها تاخد الممنوعات اللي معاها، ولكن بترجع على طول لذكرى في دماغها لما كانت برضو قاعدة في عربية وكانت تحت تأثير الممنوعات، وأمها وأختها شافوها في المشهد ده وكانت دي صدمة بالنسبة لهم. وهي في ذاكرتها دي بيجي ظابط وبيطمن عليها وبيقول لها ان الطريق دلوقتي مقفول ومش هينفع تتحرك، وبيقول لها ان احسن حل ليها انها تروح تستنى في الاستراحه اللي قريبه من المكان اللي هم فيه. ولما بتوصل داربي على الاستراحه بتلاقي ان هناك في 4 اشخاص مستنيين في الاستراحه زيها، ولكن داربي مش بتديهم اي انتباه خالص وبتدخل الحمام وبتقعد تفكر في الكلام اللي اختها قالته لها ان امها مش عايزه تشوفها، وبتكون خلاص من كتر الضغط عايزه تاخد الممنوعات اللي معاها. ولكن بتطلع بره علشان خاطر تشم شويه هواء، وهي بره بتسمع صوت جاي من عربيه من عربيات الناس اللي في الاستراحه. ولما بتروح لمصدر الصوت بتلاقي في بنت مخطوفة في العربية من ورا، وبتتصدم داربي وبتحاول انها تساعد البنت دي، ولكن بتكون كل ابواب العربيات مقفولة كويس. وداربي بتصور لوحة العربية وبتحاول انها تتصل بالطوارئ، ولكن بسبب العاصفة فمفيش اي شبكة في المكان. فداربي مش بتلاقي حل غير انها تحاول تعرف مين هو الخاطف، وبتدخل المكان وبتبص في وشوش الناس وبتكلمها واحدة اسمها ساندي وبتقول لها انها تيجي تقعد معاها هي وجوزها اللي اسمه إد. ولما داربي بتروح تقعد معاهم وهم في وسط الكلام ساندي بتقول طالما قاعدين لوحدنا يبقى يلا نقتل الوقت ده، وبتنادم على واحد تاني وبتعرف ان اسمه لارس، فبتطلب منه يجي يقعد معاهم. وفي وسط الكلام ده بيصحى واحد من النوم وبيسالوه عن اسمه، بيقول لهم ان اسمه اش، وبينضم لهم في القعده دي وبيقعدوا سوا كلهم. والقعده بتحلو بلعب الكوتشينه، وداربي قاعده معاهم بتفتكر اللوحه وبتعرف ان الارقام دي تبع ولايه نيفادا. ففي وسط الحوار ده داربي بتسال بكل ود عن الولايات بتاعتهم، فبتعرف ان لارس يبقى من ولايه نيفادا. وبتبدا داربي في انها تشك اكتر في لارس، وبالذات انه قاعد متوتر وخايف. وقتها بتدخل داربي الحمام علشان خاطر تبعت رساله للشرطه لان لحد دلوقتي مفيش اي شبكه، وبتحكي في الرساله الموقف بتاعها وبتبعت صور نمره العربيه للشرطه. وبتسيب داربي الرساله دي تتبعت لما الشبكه تيجي براحتها. وهي قاعده في الحمام بتلاقي ان الباب الخلفي بتاع الحمام مسدود لان في عمال شغالين في المكان ده والمكان بيتجدد، وعلشان كده في الارض في عده من بتاعه العمال دي. فداربي بتاخد حاجه علشان خاطر تفتح بيها الباب الخلفي، وبتلاقي نفسها بره الاستراحه خالص، وبتروح للعربيه اللي البنت دي مخطوفه فيها، وبالمعدات اللي لقيتها بتفتح باب العربيه. وهي بتحاول تساعد البنت بتلاقي لارس دخل العربيه من غير ما يشوفها، فعلشان كده بتستخبى منه جنب البنت. وداربي جنب البنت بتشوف في ايديها اسوره كده بتتاخد من المستشفيات، ودي معناها ان البنت دي مريضه واتخطفت من المستشفى او اتخطفت وهي تحت الرعايه الطبيه. وداربي بتسمع لارس وهو بيتكلم مع البنت اللي عرفت بعد كده اللي اسمها يبقى جي، ولارس بيطمن عليها. ووقتها بتيجي في دماغها فكره انها تضربه بالقطر اللي معاها، ولكن لما بتبص عليه كويس بتلاقي ان معاه سلاح، فلو فشلت في الخطه بتاعتها هي باي باي على كده. فبتشيل الفكره دي من دماغها، وبتلاقي وقتها لارس مشي من العربيه. فداربي بتقول لجي انها لازم تنزل لوحدها، مش هينفع تاخدها معاها، وكمان لازم تجيب حد علشان خاطر يقدر يساعدهم. وبتنزل داربي وبترجع تاني مكان ما جت. ولما بيرجع لارس على العربيه بيشوف في التلج اللي على الارض ان كان في حد تاني هنا عند العربيه. في الوقت ده بيروح ايش يدخل الحمام علشان خاطر يطمن على داربي لانها بقالها كتير جدا جوه. ولما ايش بيدخل بيشوف داربي متوتره جدا وخايفه، فبيسالها ايه اللي حصل لها. فداربي بتطمن وبترتاح لايش، وبتقول ان لارس خاطف بنت في العربيه وهي شافتها بعينيها، والبنت اسمها جي، وبتحكي له عن كل حاجه، وتقول له ان ممكن بشكل كبير جدا ان لارس يكون عارف انها شافت البنت. فايش بيحاول انه يطمنها، ولكن داربي بتكمل كلامها وبتقول له ان لارس معاه مسدس ويقدر يستخدمه في اي وقت.
ووقتها اش بيبص حواليه في العده بتاعه العمال وبيلاقي مسدس مسامير وبيقول لداربي انها ما تقلقش خالص، كل اللي عليها دلوقتي انها تروح تاني ناحيه العربيه، وطالما لارس حس بيها وانها شافت البنت هيفضل مراقب العربيه، ولما يشوفها عند العربيه هيروح لها، ساعتها هيتدخل اش وهياخد معاه اد علشان خاطر ينقذوها وينقذوا البنت. وفعلا داربي بتقتنع بالخطه وبتروح للعربيه علشان خاطر تنقذ جي، ولكن الكارثه ان جي قالت لداربي ان اللي خاطفها يبقى شخصين مش لارس لوحده. ولما داربي بتبص بره العربيه بتلاقي ان اش ولارس واقفين بيتكلموا وبيعاتبوا بعض، وكمان اش بياخد من لارس المسدس وبيروح للعربيه علشان خاطر يمسك داربي، ولكن مش بيلاقيها، ولما بيبص عليها بيلاقيها طالعه تجري، ولكن لما داربي بتجري بترجع تاني على الاستراحه وبتخش على طول على الحمام. ووقتها اش بيفهم ان هو مش هينفع يعمل لها اي حاجه قصاد ايد ومراته علشان خاطر الموضوع ما يوسعش اكبر من كده، فبيدخل لارس الاستراحه وبيقعد قدام ايد ومراته، وبيدخل اش على الحمام لداربي، ولما بيشوفها بيرفع عليها السلاح وياخد منها التليفون وبيدور على المكالمات والرسائل، ولما بيشوف الرسائل اللي بعتتها للشرطه بيمسحها، وتقول داربي لاش ان البنت اللي في العربيه دي في خطر لانها تعبانه ولازم تاخد العلاج بتاعها، فاش بيقول لها ان هو معاه العلاج بتاعها وبيديهولها في الميعاد بتاعه، وهو مش عايز يأذي البنت دي ابوها غني جدا، فعشان كده هم خطفوها عشان خاطر ياخدوا فديه عاليه، لان الفديه اللي هياخدوها دي بالنسبه لابو البنت هيكون مبلغ صغير جدا. وهم واقفين في الحمام بتدخل ساندي وبتطلب من اش انه يمشي لانها عايزه تتكلم مع داربي على انفراد، ووقتها اش بخباثه بيقول لداربي من غير ما ساندي تسمع انها لو اتكلمت هو هيقتلها وهيقتل ايد وساندي وذنبهم هيبقى في رقبتها، وبيسيبها وبيمشي. ووقتها ساندي بتسال داربي لو اش بيضايقها وهي خايفه تتكلم ولا حاجه، ولكن داربي مش بترضى تتكلم وبتقول لساندي ان الامور معاها تمام ومفيش اي مشاكل بينها وبين اش، ده حتى بتقول لها انها معجبه بيه. وبيطلعوا هما الاثنين من الحمام وبيقعدوا كلهم يتكلموا، وهم قاعدين بيتكلموا بيشوفوا ان جي قدرت تستخدم القطر اللي كان في ايد داربي وقدرت تفك نفسها وخرجت من العربيه، وكلهم بيشوفوها ما عدا ايد وساندي، وبتستغل داربي الموضوع ده وبتقول انها رايحه الحمام علشان خاطر تقدر تهرب من الباب الخلفي وتروح للبنت. وبيطلع لارس من الاستراحه بحجه ان هو رايح يجيب حاجه من العربيه، وبيقوم اش يروح ورا داربي على اساس انه عايزها في حاجه، طبعا الكلام ده وسط ما ايد وساندي قاعدين مش فاهمين حاجه. ولما بيدخل اش الحمام ورا داربي بتكون داربي عامله له فخ وبتهجم عليه، ولكن ايش بيقدر انه يحجمها وبيضربها، وهم بيضربوا بعض بيدخل عليهم لارس وهو متوتر وخايف ويقول لهم ان البنت جي اختفت ومش لاقيها قدام الاستراحه ومش عارف هي راحت فين. وايش بتجيله فكره رايقه وهي ان البنت مطمنه لداربي، فعلشان كده هياخدوا داربي معاهم علشان هم بيدوروا عليها داربي اللي اتندم على البنت، ولما البنت تسمع صوتها تيجي لها على طول. وداربي بتكون هي كمان عندها خطه وهي انها شافت المفاتيح بتاعه العربيه وقعت من ايش وهو مش عارف ان المفاتيح وقع منه، فبتاخد المفاتيح في الخباثه وبتحطها في جيبها وبيطلعوا يدوروا على جي في الغابه. وهم ماشيين في الغابه ومن الكلام عرفت داربي ان اش ولارس الاثنين شغالين لحساب واحد كبير بيتاجر في البشر، والشخص ده يبقى ابوهم بالتبني لان هم الاثنين اخوات بالتبني. وهم ماشيين داربي بتوجه كشاف في عينيهم وبتستغل ان هم مش شايفين حاجه وبتطلع تجري، وبسبب تاثير الاضاءه في عينيهم بيضربوا عليها نار ولكن مش بتيجي فيها اي رصاصه لان هم مش شايفين حاجه. ووقتها ايد اللي في الاستراحه بيسمع صوت الطلقه وبيبتدي يقلق، ولما بيطلع من الاستراحه عشان يشوف ايه اللي بيحصل بيلاقي جي واقع على الارض في عز البرد، فبياخدها وبيدخل بيها جوه. وهم بيطمنوا عليها بيشوفوا الاسوره اللي في ايديها وبيقلقوا من حاجه زي كده لان البنت تعبانه وهم مش عارفين الدواء بتاعها هيبقى ايه. وفي الوقت ده بتدخل الاستراحه داربي وبتطمن لما بتشوف جي وبتفهم ايد ونانسي على الموضوع وان اش ولارس الاثنين مجرمين، وكمان لو عرفوا انها هنا هيجي يقتلوهم كلهم علشان خاطر ياخدوا جي. في الوقت ده بيكون اش ولارس واقفين بره وشايفين اللي بيحصل، فبينادموا على داربي وبيطلبوا منهم تسلم لهم البنت من غير اي مشاكل وهم هيمشوا، ولكن ايد بيتدخل وبيقول لهم لو حد منهم قرب ناحيه الاستراحه هو معاه مسدس ومش هيتردد في ان هو يستخدمه. ووقتها لارس واش الاثنين بيبتدوا يخافوا شويه لان من الكلام اللي اتقال وهم قاعدين بيتكلموا عرفوا من ايد ان هو كان ضابط وكان رتبه كبيره كمان في الجيش الامريكي، وبيبدا ايد في ان هو يقفل المكان علشان خاطر محدش يدخل لانه ولا معاه سلاح ولا اي حاجه، هو كان بيكذب عليهم اصلا. وقتها ايش بيقول لداربي ان كده كده علاج البنت معاه وانه لو ما خدهاش دلوقتي البنت هتموت ويبقى ذنبها في رقبته، بس التفاوض بيروح لحته ثانيه خالص لما داربي بتفتكر ان معاها مفاتيح العربيه بتاعتهم. وقتها ايد بيقول لاش هاتوا العلاج قصاد انكم تاخدوا مفاتيح العربيه، ولما ايش بيلاقي انه مش عارف ياخد لا حق ولا باطل بيجيب جيرك للبنزين وبيكب بنزين على الاستراحه كلها وحوالينها وبيهدد ايد وداربي ان هو يحرق الاستراحه باللي فيها لو البنت ما طلعتش. وقتها بيدي ايد المفاتيح لداربي علشان خاطر تخليها معاها، وبيهدي مراته ساندي اللي كانت خلاص ابتدت تقتنع انها تسلم البنت علشان خاطر ما يحصل لهمش اي حاجه، لان اش كان معلي صوته وبيقول لهم ان دي تبقى اخر فرصه ليهم وهيحرق المكان. وقتها داربي بتاخد المفاتيح وبتخبيها في الحمام، ومن الاصوات وكل الدوشه دي بتفوق جي من اللي هي كانت فيه، ولما بتقف بتتصدم لما بتشوف ساندي لانها تعرفها كويس لان ساندي تبقى خادمه في بيت جي وتبقى هي كمان اللي اتفقت مع اش ولارس
لاريس ان هم يخطفوا البنت مقابل فديه، ولما بيجي يوم الخطف بيجوا الاثنين وبيخطفوا جي، ولكن بينسوا العلاج بتاعها. وساندي بمناسبه ان هي في البيت فبتاخد العلاج من البيت وبتقابلهم علشان خاطر تديهم العلاج. وعلشان ساندي اتكشفت هي وسرها بتنادم على اش ولارس وبتقول لهم ان ايد جوزها معهوش سلاح اصلا وهو بيكذب عليك. في وسط الصدمه دي بيكون اش ولارس داخلين عليهم المكان، وبتطلع ساندي بخاخ الشطه وبتبخه في وش ضربي، وبتبص لايد جوزها اللي بيكون مصدوم وبتقول له ان كل اللي حصل ده عملته علشان خاطر اسرتهم وانهم ما يفلسوش. ولما بيدخل اش ساندي بتاخد منه شنطه العلاج وبتدي العلاج لجي، وبعد كده بتحاول انها تقنع جوزها ان الخطه تكمل زي ما هي ولازم يمشي اليوم النهارده علشان خاطر في فلوس كويسه جايه. بس وقتها ضربي بتقول لساندي ان اش ولارس اصلا مش هيكملوا الخطه بتاعتك، وانما هياخدوا البنت وهيبيعوها لانهم اصلا عصابه اتجار بالبشر. ووقتها اش بينهي الكلام والحوارات دي كلها وبيرفع عليهم السلاح وبيطلب من ضربي مفاتيح العربيه علشان خاطر يمشوا من هنا. ولكن وقتها ايد بيتدخل وبيقول له بسرعه لضربي اوعي تقول لهم على مكان المفتاح. فاش بيطلع السلاح بتاعه وبيضرب ايد بالنار وبيموته. وقتها بتهجم ساندي على اش وهي منهاره، فاش بيضربها هي كمان بالنار، وبعد كده بيمسك ضربي وبينزل فيها ضرب وبيمسكها وبمسدس المسامير ده بيلزقها في الحيط. وبعدها بيدخل اش ولارس الحمام علشان خاطر يشوفوا لما ساندي هجمت عليهم هم اتصابوا ولا لا. وقتها بتحاول ضربي انها تفك نفسها وبتلاقي شاكوش قريب منها، فبتخلي جي تساعدها وتجيب لها الشاكوش، ولكن بيكون الاثنين خرجوا من الحمام، فضربي بتخبي الشاكوش بسرعه. وبعد كده اش بيقعد يتكلم شويه مع ضربي، ولكن في وسط الكلام ده اش بيشوف ان الرساله اللي بعتتها ضربي للشرطه وصلت وكمان هم جايين في الطريق، فبياخد مسدس المسامير وبيهدد ضربي انه هيضرب جي لو ما قالتش فين مفاتيح العربيه. فضربي بتقول لاش على مكان المفاتيح وبيروح اش يجيبها وبيسيب معاهم لارس ويقعد لارس علشان خاطر يحرسه. ووقتها ضربي بتطلب من جي انها تروح تقفل النور بتاع المكان، وكده كده لارس مش هيقدر يعمل اي حاجه لان هو ضعيف الشخصيه جدا، وبتروح جي علشان خاطر تطفي النور. وقتها ضربي بتستخدم البنسه اللي في راس الشاكوش وبتطلع المسمار اللي رابط ايديها في الحيطه وبتقف على طول وبتهاجم لارس وبتاخد منه المسدس. ولما بيطلع اش من الحمام بيشوف ان ضربي مثبتها اخوه، فبيرفع عليهم مسدس المسامير، ولكن بتيجي جي من جنبه وبتضربه على ايديه وبيطلع مسمار من مسدس المسامير بيروح لدماغ لارس. ولان المسمار ما دخلش مسافه طويله في دماغه او ما غرسش يعني، فلارس بيفضل على قيد الحياه، واش بيتشتت عن ضربي وجي وبيركز على اخوه. وقتها ضربي بتاخد جي وبتطلع تجري بره المكان وبتركب العربيه. وقتها بيكون اش واخد لارس وطالعين بره، ولكن لارس بيتزحلق والمسمار بيدخل في دماغه اكتر وبيموت. وبيطلع اش وهو متعصب وبيضرب مسامير بشكل عشوائي على عربيه ضربي، وتكون ضربي متحركه بالعربيه وبتعمل حادثه بسبب كميه المسامير اللي عماله تتضرب عليها دي. واش بيحرق الاستراحه باللي فيها وبيروح على عربيه ضربي علشان خاطر يخلص عليها، ولكن بتيجي الشرطه، ولما اش بيشوفها بيعمل كانه جاي هنا علشان خاطر يركز العربيه اللي عملت حادثه، وبتفوق ضربي وبتضرب على اش نار. ووقتها الضابط بيضرب ضرب بالنار ولكن مش بتموت، وياخد اش مسدس المسامير وبيضرب على الضابط كام مسمار وبيقتله. وبعد كده بيهجم على ضرب وكان هيقتلها، ولكن بمفك مع ضربي قدرت انها تخلص على اش. وبعد مرور شهر بتكون ضربي في مصحة لعلاج الإدمان وبتكون ابتدت رحلتها في التعافي. وبس على كده الفيلم بيخلص. متنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتكتب لنا كومنت حلو وتعمل لايك لأن التفاعل مهم جدا، وخصوصا لأن القناة فيها مشاكل الفترة دي. ولو عجبك الفيديو كمان ما تنساش تعمل له شير على السوشيال ميديا بتاعتك. وبس على كده.